السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال حبيباتي؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جيت البنات كيف ما كتشوفوا بغيت نصايب الصفوف، واخا جيت معطلة هاد المرة نظرا لبعض الظروف اللي كانت عندي. ما قدرتش انني نوجدو في الوقت، والحمد لله دابا يلا ثاني يوم في رمضان، يعني ما ضاعش الوقت، يلا بدينا. وغدا نشارك معكم الطريقة ديالي وفي التحضير ديال الصفوف او سلو، كل واحد شنو كيسميه. وغدا نبدا معكم ان شاء الله بالمقادير اللي كندير فيه. هنا درت 2 كيلو ديال الجلجلان من بعد ما غسلته ونقيته مزيان وقليته في الكوكوط. البنات من الاحسن قليوه في الكوكوط. والطريقه ديالو باش كنقليه، بمجرد ما كيبدا يسخن وكيبدا يطرطقوا الحبات ديال الجلجلان، كنخلي واحد 40 ثانيه صافي، وكنحيدو باش ما تحرقش الحبه ديالو. وحتى الحبه ديال الجلجلان ما كتستحملش انها زعما طيب بزاف، لانها غير حبه صغيره شويه وصافي باش ما يجيناش السوف ديالنا مر. وعندي هنا سكر كلاصي، والسكر كلاصي كيبقى حسب الذوق كيف ما قلت لكم دائما. كديروه يا ناقص او زايد في الحلاوه. ذوقوا، ديروا القدر اللي بغيتو، ذوقوا من بعد عاد حدوا شنو بغيتو. وانا هنا درت 3 كيلو ديال الفورس والدقيق. البنات من الاحسن انكم تشوفوا المقادير اللي درتو، كتشوفوا شحال من كيلو عندكم. مثلا الا عندكم 6 كيلو كديروا النص ديال ديك 6 كيلو. دائما ديروا الدقيق النص ديال المقادير، ما يمكنش تزيدوا يكونوا مثلا المقادير غير شويه، مثلا كيلو ونص ولا جوج وديروا نتوما 4 كيلو، يعني غادي يجي الدقيق غالب على السفوف وما يجي فيه حتى مذاق. انا عندي هنا 3 كيلو من بعد ما تحمرات، حمرتها في الفران وغربلتها هنا مغربله. وهنا عندي الكوزه الصحراويه والكوزه العاديه والمسكه الحره. البنات من الاحسن شوفوا شي حد اللي يكون ثقه يعطيكم المسكه الحره تكون زوينه. هذه صراحه فيها واحد الريحه زوينه حره. وهذا النافع وحبه حلاوه خلطتهم بجوج وقليتهم حتى هما ما كيبغوش انهم يتقلاو بزاف، فقط غير بدا تسخن عليهم الكوكوط شويه، كتحركوهم واحد 4 ثواني ولا 5 وتحيدوهم باش ما يعطيكمش حتى هما المروره. هما بمجرد ما كتحطوهم فوق البوطه كيتغير اللون ديالهم، يعني ما تخليهمش حتى يتحرقوا. وعندي هنا كيلو ونص ديال اللوز من بعد ما فسختو من القشره ديالو، درتو في الماء حتى شويه طلعت فيه الغليه وفسختو وخليته نشف، ومن بعد قليته في هذا الزيت هذا. وهذا الزيت هذا البنات ما غاداش نرميه لانه قليت فيه اللوز، يعني طالق فيه المذاق ديالو وطايب ما غاديش يضر. غادي ندير فيه هاد الزبده. باقي الزيت سخون شويه، دابا غادا ندير فيه الزبده ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا درت فيه دابا الزبده، ما سخونش بزاف لدرجه الغليان، المهم سخون. وغنخلي واحد المده بين ما تلقات الزبده فيه ودابت على خاطرها باش ما تحرقش، لان دغيا كتحرق. وهنا درت كيلو ديال الكاوكاو رومي، حتى هو قليته غير في الفران حيت لي القشره ديالو. وهنا كيلو ديال الكاوكاو بلدي، دخلته الفران بعد ما نقيته حبه حبه، حقاش غادا نطحنو دابا مباشره. غادا نطحنوه ان شاء الله بالقشره ديالو، ما غاداش نحيد ديال القشره. وعندي القرفه، هي هذه طحنت على يدي، يعني ما تشريوهاش جاهزه، طحنوها عواد باش تطلق لكم البنه ديالها وهي باقا جديده. عندي 4 المعالق ديال القرفه مطحونه، وشويه ديال الملح في هاد الطبيصه الصغير، معلقه الملح صغيره باش يجي السلو ديالنا او السفوف بنين. وهادو هما المقادير اللي عندنا. وهنا البنات غادي دابا نبدا نطحن، وباش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نقول لكم غير اشنو غادي ندير وغادي نمشي نكمل. هاد الجلجلان غادي نطحن النص ديالو، غادي نطحنو حتى يتعجن، والنص الاخر غادي نرميه باقي حبوب. واللوز حتى هو كذلك غادي نطحن النص ديالو حتى يتعجن، يعني ما يبقاش كيبان. والنص الاخر غادي غير نهرمشو. الكاوكاو حتى هو غادي نطحنو هو والبلدي بالقشور ديالو حتى هما حتى ما يبقاوش باينين، يعني يتعجنوا. ونافع وحبه حلاوه ما محتاجاش هاد الرابعه كلها. غادي نطحنهم مزيان ونغربلهم في الغربال الرقيق، حقاش ما كيطحنوش هما بسرعه، كيبقاو العظيمات ديالهم. من الاحسن نيلوهم مزيان. غادي ندير فيهم
جوج المعالق من كل جهه، يعني 5، حقاش انا هنا خلطتهم 5 المعالق ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين. والكوزه غادي نطحنها حتى هي الانواع ديال الكوزه بجوج غادي نطحنهم. والسكر كلاصي غادي ناخذو نطحن فيه هاد المسكه الحره. هادشي هو اللي غادي ندير، وغادي نخليكم باش ما نطولش الفيديو بزاف لان كاينه شويه الخدمه في هادشي. حتى نرجع لكم ان شاء الله ملي نبغي نخلط او ملي نكمل الطحين ديال هادشي كله. رجعت لكم مره اخرى البنات من بعد ما طحنت كلشي كيف ما كتشوفوا. هذا الجلجلان طحنته كما قلت لكم، نخليوه حتى قد ما طحنته ولا معلك مزيان، يعني كيخرج الليدام اللي فيه او الزيت ديالو. وجلجلان خليت هذا صاين، غادا نرميه بحال هكا حبوب. وهذا اللوز طحنته مزيان حتى هو، وخليت هاد زلافه كبيره مهرمشه كما كتشوفوا، باش كتبقى واحد القرمشه في كنديروا معاه القفمنه، كتبقى كتلدي اللوز او كتذوقيه كيبقى سميتو ديالو. هذا كاوكاو الرومي، وهذا البلدي اللي طحنته بالقشور ديالو. وهنا النافع وحبه حلاوه حتى هما طحنتهم مزيان. والقرفه عطيتكم مقادير في الاول. وباقي هنا طحنت الكوزات بجوجهم، النوع ديال الكوزه بجوج طحنتهم مع شويه ديال النافع باش تطحن، لانها قليله ما غاداش تطحن مزيان. اضطريت انني ندير شويه من هذا باش الكاس يعمر. وسميتو سكر كلاصي درت معاه المسكه الحاره حتى هي طحنتها معاه باش تكفاني او زعما تطحن مزيان في الكاس. وبقى لي السكر كلاصي حتى هو كيف ما قلت لكم غادي ندير القياس، شويه يكون ناقص ما غاداش نخليه شويه حلو. وبقى لي الدقيق والزيت اللي طحنت فيه سميتو اللوز هو هذا. غادي نحيد هاد الرغوه اللي الفوق خليتها حتى تصفات مزيان، غادي نحيدها. ودرت كما قلت لكم الزيت ديال اللوز، زدت فيه الزبده. وهاد الزبده كتبقى عاوتاني على حساب، ما عندهاش شي قياس نهائي.
البنات دلكتها مزيان او دلكتو مزيان كيف ما كتشوفوا. الا خديتيه بحال هكا هو كيتكور او كيولي بحال هكا معجن، يعني راه مدلوك. ما نقدرش نزيد ليه اكثر من هاد الزبده والزيت حتى لغدي ان شاء الله. غنخلي دابا يبقى باش يطلق بعضياتو، كيطلق الزيت اللي فيه غدا عاد غادي نحكم عليه واش بركه ولا خصني نزيدو. حقاش الا زدتو اكثر دابا وتيدم اكثر غادي يصبح فازق بزاف، وبصراحه ما عندنا ما نديرو بليدام. اما دابا هذا هو الشكل ديالو راه مزيان كنظن. وغدا ان شاء الله غادي نرجع لكم مره اخرى باش تشوفوا معايا كيفاش غادي يصبح والشكل النهائي ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونخليكم حتى الغد ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ها هو الصفوف ديالي رجعت لكم مره اخرى من بعد ما خليته من البارح حتى لهذا الصباح هذا. خليته في نفس المكان ديالو فاش خلطته باش نشوف في الصباح كيفاش غادي يكون، واش غادي يطلق الزيت مازال ولا خصو نزيدو دقيق يعني. المهم خليته في بلاصتو تنعرف شنو كاين. وكيف ما كتشوفوا جا هو هذاك. والبارح كنت ما دقتوش ملي كنت كنخلط قدامكم، ما دقتوش لحقاش كنت باقا صايمه ديك الساعه. ومن بعد الافطار دقتو جا هو هذاك من الناحيه ديال الحلاوه، وحتى المذاق جا رائع وهائل. مقرمش، واحد التقرميشه صراحه زوينه. ما كتحسيش ان شي حاجه قاصحه في ما بين الاسنان ديالك، بالعكس مقرمل كيف ما كنقولوا. وكيف ما كتشوفوا الجلجلان باين واللوز مهرمش. يعني ما تغلبوش البنات كما قلت لكم في الاول، ما تغلبوش الدقيق على سميتو على القوام باش ما يجيكمش الصفوف غالبه عليه مذاق ديال الدقيق. بالعكس اللهم كميه صغيره وتكون زوينه ومذاقها زوين احسن. انا ديال الفكره ديالي، وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. وضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس وبارطاجوا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم. ورمضان مبارك كريم، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله، وشكرا.